النهاردة أنا دخلت التاريخ معايا دكتور وسيم السيسي، الأستاذ الكبير والجراح الكبير وعالم المصريات، افتتاح المتحف العظيم الكبير. هيعلم المصريين والمصريات تاريخهم. أنا فرحان بيه أوي الحقيقة. علم الأجانب عن الحضارة المصرية العظيمة بتاعتنا. اترتب بطريقة زمنية. اللي يدخل متحف لازم يبدأ بتاريخ ما قبل التاريخ. ما قبل التاريخ. ايه هو أقدم متحف موجود في العالم؟ أقدم متحف في العالم هي مصر نفسها. مصر نفسها. كل حتة كانت متحف. وده يعتبر أبو المتاحف كلها وأكبر متحف على سطح الكرة الأرضية. يا مساء الخير. النهاردة أنا معايا معجزة كبيرة. النهاردة أنا دخلت التاريخ معايا دكتور وسيم السيسي، الأستاذ الكبير والجراح الكبير وعالم المصريات. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، أهلا وسهلا. طبعا أنا ضيف النهاردة، بس أتمنى أن أكون ضيف خفيف على حضرتك. لا طبعا، امال ايه. دكتور وسيم، بمناسبة طبعا افتتاح المتحف العظيم الكبير اللي افتتاحه باقي عليه أيام بسيطة، ممكن كلمة من حضرتك بمناسبة المتحف الكبير؟ أنا فرحان بيه أوي الحقيقة. أيوة، كلنا فرحان بيه لأن هيعلم المصريين والمصريات تاريخهم قبل ما يعلم الأجانب عن الحضارة المصرية العظيمة بتاعتنا. هم بيقروا عنها وعارفين عنها الكثير، وعشان كده هييجوا ولا آخر. إنما هذا المتحف يمتاز عن المتحف اللي كان في التحرير. نقدر نقول إن المتحف اللي كان في التحرير مخزن تجد في مكان واحد ملك من الأسرة 20 على ملك في الأسرة 18 على ملك في الأسرة 12 وهكذا. إنما ده اترتب بطريقة زمنية. يعني اللي يدخل متحف لازم يبدأ بتاريخ ما قبل التاريخ. ما قبل التاريخ. وبعد كده يبدأ بالدولة القديمة بالأسرات الستة، ويشرح له بقى ازاي ان الأسرة الأولى كان فيها ملكة اسمها ميريت نيت. وطبعا أولادنا والأجانب لما يعرف ان المرأة كانت ملكة منذ الأسرة الأولى، يقدر يعرف مكانة المرأة كان شكلها إيه في مصر القديمة. وده سبب من أسباب تقدمها. بعد كده مثلا للدولة الوسطى، الدولة الحديثة وهكذا. فالمهم إن هو ترتيب زمني رائع، وده يعتبر أبو المتاحف كلها وأكبر متحف على سطح الكرة الأرضية. ويمتاز أيضا إن المتاحف فيها حضارات مختلفة. يعني مثلا المتحف البريطاني في قسم للحضارة اليونانية، وقسم للرومانية، وقسم للحضارة المصرية. طبعا قسم الحضارة المصرية هو المتحف الكبير كله، وعشان كده أنا بقول بدل ما يتسمى المتحف البريطاني يتسمى المتحف المصري. واللي بيزور المتحف البريطاني بيزوره عشان المتحف المصري، الآثار المصرية. وبالمناسبة ده أنا أتمنى إضافة للمتحف الكبير أن الكنوز بتاعتنا اللي في الخارج زي مثلا الفرتيتي في برلين، وحجر رشيد في المتحف البريطاني، الزودياك في اللوفر. احنا نقدر نعمل هولوجرام. ايه هو الهولوجرام؟ انك انت تقدر مثلا بالهولوجرام تشوف ام كلثوم وهي بتغني قدامك على المسرح. فاحنا لو عملنا هولوجرام لنفرتيتي وبعدين على لسانها، ونقدر نشوفها وهي بتتكلم وتقول انا احس بغربة شديدة لان انا في برلين واتمنى ان اعود لبلدي مصر
وأنا أحن إلى أهلي. وحجر رشيد كذلك يقول أنا خرجت بطريقة غير شرعية وأتمنى أن أعود من بلاد الضباب اللي هي لندن إلى بلاد الشمس المشرقة ألا وهي مصر. الزودياك كذلك اللي اتسرق من دندرة، المعجزة الفلكية الهندسية، نقدر برضو نعمل له هولوجرام، ونقدر برضو أن أنا في اللوفر وأنا أحن إلى بلدي عندنا. فأولا الرائي أو المشاهد هيعرف أن احنا منهوبين، ويعرف أن هذه التحف العظيمة موجودة في الخارج وألاف غيرها طبعا، وهكذا يعني. فدي فكرة أرجو أن اللي يسمع الاقتراح ده هو أنه يفكر فيه، وأعتقد أنه سهل، يعني أنه سهل تنفيذه يعني. ان شاء الله باذن الله. الاداره المصريه والعالم الكبير زي حواس ما حاولوش ان هم يرجعوا الحاجات دي؟ شوف مثلا رأس نفرتيتي خرج بطريقة غير شرعية فعلا يعني، لأن البعثة اللي عثرت على هذا التمثال كانت بعثة ألمانية، وكان رئيس البعثة واحد اسمه بوخارت. عند التقسيم مصر لها 50%، ولها أن يكون لها الاختيار، يعني هي لها الأولوية في أن تختار. رأس نفرتيتي بوخارت حس أنها يعني تحفة لا تعوض، فغطاه بورق جرايد وحطه كده في الظل. ولما جاء يوم التقسيم قال لفيفر اللي هو كان المندوب عن مصر، قال له ده تمثال من الجبس ولا رأس أميرة مجهولة الهوية. الجميل بقى أن لفيفر الفرنساوي كتب الكلام ده، سجل دون وقال أنا ما شفتش التمثال، وإن بوخارت قال كذا 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 كذا. بناء عليه مصر سنة 33 طلبت برأس نفرتيتي. هتلر كان في الوقت ده ما شافش التمثال، راح يشوفه، اتسمر قصاده ساعة، وهو خارج قال إذا مصر أصرت على استرداد التمثال إني على استعداد أن أعلن الحرب ضد مصر عشان رأس التمثال، عشان رأس تمثال نفرتيتي. لا ده تحفة يعني ده. ويكفي أن كتب الجراحة عند جراحي التجميل رأس نفرتيتي في الأول على أساس أنها جولد ستاندرد في مقاييس الجمال. الأنف بشكل نفرتيتي، الرقبة، الوجنتين، الشفاه، كل ده يعني ده يعني جولد ستاندرد عند أطباء التجميل. يعني أي واحدة عاوزة تبقى حلوة تقول له اعمل لي أنف زي أنف نفرتيتي، اعمل لي شفايف زي بتاعت نفرتيتي، خدود أو وجنتين يعني زي وهكذا، جولد ستاندرد يعني. بالنسبة للجراحة القدماء المصريين أول ما عملوا عمليات في المخ وفي العين المية البيضاء، فعلا المعلومة دي؟ هذا صحيح، والشيء بالشيء يذكر. ليا صديق بس هو صيدلي، ووالده صيدلي وجده صيدلي، معاه جنسية أمريكية، وساكن في شيكاغو في أمريكا. شيكاغو برد قوي في الشتاء، فهو عنده شقة هنا في مصر، فبيجي يقضي الشتاء فيها، فبحكم الصداقة يجيني أزوره كده يعني. فبيقول لي أنا عملت عملية مية بيضة في أمريكا. بقول له الحمد لله على السلامة. قال لي سلامة إيه؟ ده كان يوم سيء. قلت له ليه؟ عملية فيها حاجة؟ قال لي لا العملية كويسة جدا. قلت له أمال سيء ليه؟ قال لي جراح الأمريكي لسه ما خدتش البنجو، ويقول لي دكتور جوزيف، هو اسمه يوسف، مين أول واحد عمل عملية مية بيضاء؟ قلت له ما أعرفش. قال لي جدك. قلت له جدي كان صيدلي. انفجر الرجل ضاحكا وقال له جدك من 4000 سنة هم أول ناس عملوا عملية مية بيضاء وعملية تربنة اللي هي في المخ برضو. المهم إن دكتور يوسف سكت، فبقول له يعني تشكره، عرفك حاجة؟ قال لي لا ده بهدلني. دكتور جوزيف are you sure that you are Egyptian؟ انت متأكد انك مصري؟
في مصري ما يعرفش تاريخ بلده وهو أعظم تاريخ؟ سمعت عن أمريكانولوجي؟ قال له لا. قال له ما فيش أمريكانولوجي، أمريكا ملهاش تاريخ. ملهاش تاريخ. إنما في إيجيبتولوجي، في مصر لها مصر لها تاريخ. فهو زعلان. قلت له أنت ما تزعلش من الجراح الأمريكي، أنت تزعل مننا، من المسؤولين، ان احنا من معلمناش. الوزراء. تزعل من وزير التربية والتعليم، تزعل من وزير الثقافة، تزعل من وزير السياحة، تزعل من وزير الآثار. ما علموناش حاجة بكل أسف. يعني انا علمونا عرفت إيه؟ معلومات من فيديوهات حضرتك وانا جاي ان انا احاور حضرتك. اتعلمت معلومات كتيرة زي ما انا بقول لحضرتك شوية حاجات صغيرة انا اخدتها معلومات من حضرتك وليس من كتب ومن اماكن تانية يعني يعني. ما فيش بكل أسف. عشان مرة كتبت كده باسبورتات مصرية ودماء أجنبية. فين الدماء الحارة؟ ده الشيء بالشيء يذكر. سيدة في أيرلندا الشمالية اسمها كاثرين ماكنتاير رفع قضية تطالب بمنع تداول التوراة، بمنع تداول التوراة لأنها تسيء للحضارة المصرية القديمة. يوميها كتبت مقالة قلت لها سيدتي أنت أجنبية ولكن عروقك بها دماء مصرية، أما نحن المصريون ففي عروقنا ماء لا دماء. مش دريانين بتاريخنا وهو أعظم تاريخ. ما فيش يعني اليومين دول ابتدى الفترة اللي فاتت ان يكون في وعي ويكون في معلومات كتيرة تظهر للناس. ابتدى، وأنا أعتقد أنها بدأت من وجود حضرتك طبعا من سنة 14 لا سنة 14 على مستوى الفرد. لا إن أكون أنا يعني بدأت من 25 سنة. إنما لو بتكلم عن مستوى الدولة إن سنة 14 المؤتمر الاقتصادي الدولي اللوجو بتاعه مفتاح الحياة اللي هو ده. انا لسه كنت هسأل حضرتك عن السر ده. كل لقاءات حضرتك مفتاح الحياة ده موجود لازم لوجو بس على 50 متر بقى. ايوه قلت ان our president الرئيس بتاعنا عرف تماما ان لن يعود لمصر وجهها الحضاري الا اذا عادت لتاريخها العظيم، واكد هذا بعد ذلك المومياوات التي نقلت من متحف التحرير للمتحف الكبير الحضارة. العالم كله كان واقف على طراطيف صوابعه طبعا. الاحتفالية الرائعة دي والأنشودة ايوه طبعا اللي هي كلنا اتفرجنا عليها، انشدت بالهيروغليف بالموسيقى المصرية القديمة. ايوه كلنا سمعناها واتفرجنا على الحفلة دي. يلي هذا الاحتفالية الكبيرة بتاعت طريق كباش كانت رائعة برضو. وأخيرا سمعت أن في القوات المسلحة الشرتات تي شرتات بتاعت الرياضة ايوه المموهة اللي بيسلموها للعساكر عليها صور مصرية قديمة. ما شاء الله. طبعا ما شاء الله. له حق أمير الشعراء يقول وبنينا احمد شوقي فلم نخلي لبان وعلونا فلم يجزنا علاء كل بان بنى فشاد فغالا لم يجز مصر في الزمان بناؤه. وليه؟ شامبليون ما يقول imagination fails and falls lifeless at the feet of ancient Egyptian civilization. يتداعى الخيال ويسقط بلا حراك تحت أقدام الحضارة المصرية القديمة.